السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم سنة رابعة. أنا ميس أميرة ودي قناتكم كرتون ساينس. النهاردة بإذن الله هناخد الدرس الخامس ساينس المنهج الجديد. الشرح هيكون من كتاب بني ساينس نسخة 2024 حسب آخر تعديل للمنهج الجديد. Concept 1 Lesson 5 About Amphibians يعني البرمائيات. البرمائيات هي عبارة عن حيوانات ممكن تعيش جوه المية وكمان بتقدر تعيش على اليابس. Amphibians are animals that live in water and on land such as frogs الضفادع toads وده نوع من انواع الضفادع لكن الجلد بتاعها بيبقى ناشف شوية وما بتقدرش تنط عالي جدا زي الضفادع العادية and salamanders. والamphibians على طول بتعيش في البيئات الرطبة. Amphibians can live in moist environment أو ممكن نقول عليها wet environment. زي ايه مثل البيئات الرطبة دي؟ زي الرين فورست الغابات الممطرة، ستريم يعني مجرى مائي، بونز يعني البركة. واللي بيميز الامفيبيانز ان هي بتتغطى بطبقة من الجلد it covered with skin. طيب الجلد بتاعها ده جلد عادي؟ لا، الجلد بتاعها بيقدر يعدي المية والغازات. Amphibians are covered with skin that water and gases can pass through. يبقى amphibians live in water and on land such as frog, toads, salamanders, and it can live in moist environment such as rainforest, stream, and ponds. And amphibians covered with skin that allow water and gas to pass through. Okay, ميس انت قلتيلي الامفيبيان live on land وكمان تقدر تعيش in water. طيب ازاي بتتنفس؟ على الارض زي الانسان بالظبط بتتنفس بالرئتين. Amphibians can breathe through lung like human. وفي المية بتقدر تاخد الاكسجين اللي دايب في المية عن طريق الجلد بتاعها. Amphibian take in oxygen from water using skin. بتستخدم الجلد بتاعها ان هي تاخد الاكسجين من الميه وده حاجه في تركيب جسمها يبقى ده بيعتبر structural adaptation. والامفيبيانز بتحتاج clean water to stay healthy. بتحتاج ميه نظيفه. And amphibian is sensitive to any environment pollution. يعني هي حساسه جدا لاي تلوث بيحصل في الهواء او بيحصل في الميه. Amphibians are very sensitive to any environment pollution such as air pollution or water pollution. وبيقول لك علشان التلوث والتغيرات البيئية اللي بتحصل حصل انقراض ل90 فصيلة من الأمفيبيانز في آخر 20 سنة. 90 species become extinct in last 20 years and 124 species are endangered. يعني حتى الفصائل اللي موجودة معرضة للانقراض. وعشان كده بدأوا العلماء يفكروا ازاي يقدروا يحموا الامفيبيانز من الانقراض وبدأوا يدرسوا طرق التكيفات اللي الامفيبيانز بتعملها عشان تقدر تعيش في البيئة بتاعتنا وكمان بدأوا يدرسوا ايه اللي بيصيب الامفيبيانز بالضعف. Scientists study how amphibians adapt and interact with the environment and what make amphibians sick. وقالوا ايه الطرق اللي لازم نعملها عشان نحمي الامفيبيانز من الانقراض. Number 1 avoiding throwing waste material into water يعني اتجنب ان انا ارمي المخلفات في الميه. ونمبر 2 لازم اتخلص من الكيماويات بطريقه صحيحه علشان ما لوثش الميه. Get rid of chemicals in correct way to avoid water pollution. يبقى تاني 90 species of amphibian become extinct يعني انقرضوا and 124 species are endangered. So we must protect amphibians from extinction. Number 1 avoid throwing waste material into water. Number 2 get rid of chemicals in correct way to avoid water pollution. وبكده الحمد لله أكون خلصت lesson 5. لايك وشير للفيديو ولو ما اشتركتش في القناة شرفنا بالاشتراك. اشوفكم على ألف خير اللسن اللي جاي. سلام.